الوصفة دي بقى هدية مني ليكم، وصفة كده مش هتبطلي تاكلي منها، ده غير انها في منتهى السهولة والبساطة. ويلا بينا على الفيديو. وانت داخلة معايا ما تنسيش تضغطي لايك وتشتركي عندي لو لسه مش مشترك. اول حاجة معانا بطاطس وسلقناها بقشرها، غسلناها كويس جدا وسلقناها بالقشر بتاعها، وبعدين قشرناها زي ما انتم ما شايفين كده، وبالهراسة او بالمبشرة زي ما شايفين، زي ما بعمل كده، او بالهراسة تهرسوا البطاطس زي ما تحبوا. بعدين هنبتدي نحط سمن وفلفل اسود وشوية ملح وهنقلبهم مع بعض كويس جدا. دي كانت نص الكمية بتاعت البطاطس، ودي الكمية التانية ضفتها وحطيت لها سمن تاني وملح وفلفل اسود. هما معلقتين سمن، معلقة في المرة الاولى ومعلقة في المرة التانية. بعدين هنبتدي نجيب الصينية بتاعتنا وندهنها بالسمن، وبعد ما ندهنها هننزل بشوية من البطاطس بالشكل اللي شايفينه، وهنبتدي نسويها كويس جدا في الصينية بتاعتنا بالشكل اللي شايفينه كده بالظبط. وبعدين هنبتدي نحط شوية كده من الجبنة الموتزاريلا، وبعدين هنجيب البرتقانة اللي شايفينها دي، مش هنعمل بيها حاجة، بنتي مستنياني بس اقطعها لها. بعدين هنحط بقى ايه اللحمة المفرومة زي ما شايفين كده، ونسويها برضو كويس قوي بالشكل اللي شايفينه كده بالظبط. شايفين اللحمة المتعصجة دي، اللي مش بيعملها بالطريقة بتاعتي، اللي مش بيعصجها بطريقتي، خسران كتير جدا. بعدين حطينا الطبقة التانية من البطاطس وسويناها بنفس الطريقة. نيجي بقى لطريقة البشاميل، اللي بصوا يعني دي بقى هدية مني ليكم. اللبانة دي فيها 3 كوبايات من اللبن، ونزلت عليهم بكوباية اللبن، خديها قاعدة كده، عليها معلقة من الدقيق، تمام كده. فانا نزلت عليهم ب3 معالق من الدقيق ومعلقة من النشا كبار. ليه كمان معلقة من النشا؟ انا ضايفة زي ما شفتوا كوباية من الشوربة، يعني 3 كوبايات لبن وكوباية من الشوربة. ونزلت عليهم لما ارفعهم على النار ملح وفلفل اسود ومكعب مرقة. بعدين رفعتهم على النار، حطيت زي ما شفتوا جبنة موتزاريلا برضو بتبقى حلوة، وهنبتدي نقلب لحد ما يتقلوا معانا كده وخلاص تمام. وبعدين قبل ما نقفل هنحط معلقة واحدة من السمنة فقط، وهنقلبهم كده شوية مع بعض يتجانسوا مع السمنة اللي انا حطيتها وخلاص كده. وخلي بالكم الدقيق والنشا مش بنملي المعلقة على الاخر. وبعدين بنضيف بقى على الوش، حطينا خلاص البشاميل بتاعنا زي ما شفتوا قد ايه هو حلو جدا ما شاء الله. وبعدين نزلنا عليهم بالجبنة الموتزاريلا ودخلناها على الفرن، فتحنا من تحت 10 دقايق، وبعدين فتحنا من فوق لحد ما خدت معانا الوش اللي انتوا شايفينه ده، وطلعت معانا بمنتهى الجمال والحلاوة والطعامة دي. عايزة اقول لكم الطعم انتوا اللي هتجربوه، وانتوا اللي هتحكموا هو عامل ازاي.